بيبتدي مسلسلنا بزعيم المافيا الملياردير المتملك العنيد تشين يان، القاسي الحاني البارد الملتهب اللي العشق جواه عاصف مشتعل. لكن كل ده في خياله بس، لأن هو عنده فوبيا من النساء منذ أن لعبت مرات أبوه بأبوه ولفلفته كده وحطته في جيبها بطرقها الفاسقة وهو بيقرف منهم. وده شي سكرتيره الخاص، ومهمته هي إبقاء جميع النساء بعيدا عنه حتى لا يقع فريسة لإحداهن، وولع المرلبولو خاصته عشان يفرغ فيها غضبه ويهدد صاحب البار اللي مديون له بفلوس كتير كويس. لو الفلوس ما رجعتش خلال 3 أيام هنصلي على روحك. وسابه ومشي. خد بس يا ريس، خد تعالى هنا، خد جرح قوي. في مثل هذا التوقيت مدام لين ربة منزل عاطلة عن العمل جاءت عشان تهشك وتبشك أحزانها وتبعزق ما تبقى من مصروف الشهر على عاهر يقوم معها بخدمات منتصف الليل. الست داخلة على 30 وقلبها بيوجعها وعايزة حد يدلعها. لماذا؟ بنرجع فلاش باك من ساعة، إذ تفاجأت بأوراق الطلاق مرسلة من زوجها العراشين، وهي اللي قاعدة تخدم أمه 8 سنين، وعشان بيتحجج لها إن تكاليف الممرضة كبيرة عليهم، وأمه مش بس تعبانة، دي تعبانة بتستنى الوقت اللي هو ما يكونش موجود فيه في البيت وتقعد تشتمها وتهزقها وتعايرها إن هم رضيوا بيها كزوجة لابنها وبيأكلوها ويشربوها ببلاش كمان، وفوق كل ده مستصعبة عليها خدمتها. لا بجد معهاش حق. وهنا كانت اللحظة الفاصلة، نقطة التحول. خدت قرار مصيري، مش هتقبل بالذل والإهانة دي تاني. كان لازم تفوق من بدري، ده حتى واخد فلوسها وداخل بيهم مشاريع على أمل إن هو ينجح في يوم من الأيام. استنزفها واستنزف مشاعرها ومشغلها خدامة لأمه، محى كرامتها وشخصيتها وخد تحويشة عمرها غصب عنها. وفوق كل ده أمه بتعايرها إن هي ما بتخلفش، وطلعت من البيت على الملهى على طول كده الدايركت. وهنا الرئيس جه، قلبه اتاخد للحظة من براءتها وهبلها، دي بنت مختلفة وعينيها صافية، واتمنى لو يجمعهم مستقبل، بس ده في الخيال. وازاي كمان هو بيعرف من الستات، وشكى نفسه لنفسه ومشي. وبيمر الوقت وجالها الموظف بيعرفها ان العاهر مستنيها في اوضه 806، فحاولت تبسط نفسها وانها من هنا ورايح هتعمل كل اللي هي عايزاه من غير تحكم اي حد، وهتطلق العره ابن العره ده. ودخلت اوضه 806 بس طلعت في الحقيقه اوضه 809، والرئيس اتخض من هذه التي دخلت تتحرش بيه. دي هي ازيك يا جامد؟ ورمت اللي في ايديها ووقعت في حضنه وقعدت تعاين البضاعة. هو انا ليه مش قرفان منها؟ اشمعنى دي؟ فمسكت قلبه الكبير قوي قوي، فحاول ينقذ ما يمكن انقاذه. لو ايدك اتحركت حركة زيادة هتودعيها. طب ما تيجي اخليك تودع انت وبعدين بقى. ما تحاوليش، انا ما بتأثرش بالستات اصلا. فهجمته ببراءتها وهبلها، فاتصدم من نفسه، هو ازاي سكت لها كده؟ ده اللي ما بتأثرش. وشدته من الكرافتة ورمته على أرض المعركة، وسلحت نفسها كويس عشان خلاص شفح الكيل، الست دافعة ومكلفة. فقلبه دق، لون مشاعر جديد هجم عليه، خلى أنفاسه تتلخبط ونبضه يجري من غير ما يفكر. ما كانش متخيل إن اللي شافها من ساعة واتمناها هتبقى معاه بالشكل ده. وبدأ بالهجوم، وكانت ليلى تعجز عن وصفها الكلمات. تاني يوم صحيت وفضلت تتذكر ما حدث ليلة البارحة، وكانت مبسوطة من جودة البضاعة قوي، تغليف وإنتاج وراحة مدى الحياة. بس للأسف ده في نظرها عاهر، يعني مفيش منه مستقبل. المرة اللي جاية هطلبك انت برضه. وسابته ومشيت. وهو كان بيحلم بيها، ولما صحي وما لقاهاش استغرب واتضايق. كده تاخد شرف وما تتحملش المسؤولية وتهرب. واتصل على شي يكلم له الدكتور لونج يجي بسرعة. وبيمر الوقت والدكتور جه. يعني انت امبارح كنت مع واحدة ست بجد وما كنتش قرفان منها؟ عايزة افهم ازاي. ما هو كده نقول مبروك بقى، الست دي ممكن تكون علاجك الوحيد، انا من رأيي ترتبط بيها. فبص لشي، حاضر يا ريس، هقلب لك الدنيا عليها. في ظل هذه الأثناء مدام لين راحت لجوزها الشركة اللي هو شغال فيها مدير عشان تسأله على أوراق الطلاق. حضرتك مين؟ أنا مراته. وهو كان قاعد فوق بيخونها مع السنيورة سو وعمال يهشك ويبشك فيها. مدير شين، مراتك عايزاك. ايه؟ قوم يا اخويا، قوم استلقى وعدك، قوم. وقلبها من على رجله، وهي دخلت برجلك كده اهو، حالفه النهارده هتجيب عليها وطيها وهتضربقها على دماغ امه. وهو كان مستغرب جرأتها،
انت ايه اللي جابك هنا؟ مش المفروض تكوني قاعدة دلوقتي بتخدمي امي؟ عايز تطلقني يا حيواني وتخليني اخدم امك؟ اوراق الطلاق اهي. بس انا ما بعتلكيش اوراق طلاق. انا اللي بعتها. يلا اتطلقي بقى يكش اخلص منك ويتجوزني انا خدمت امك 8 سنين وكمان كنت بذاكر لاخوك، وانت اخدت كل فلوسي ومجموعهم 60,000. انا عايزاهم دلوقتي حالا. هو انتي ما بتشوفيش غير الفلوس؟ انا خدتهم عشان بكبر مشروع لينا، وانا خلاص مش هرضى بالذل والاهانه دول تاني ابدا. من النهارده ملكش حاجه عندي وهاخد حقي منك. مستحيل، ما ينفعش نتطلق. هلاقي شغاله فين غيرها ببلاش تخدم امي وتذاكر لاخويا؟ حبيبتي انا عارف ان امي زودتها معاكي شويه، بس اوعدك كل السنين دي تعبك انا هعوضهولك. انا بحبك، ازاي بس اطلقك؟ فالحربوقه غارت وشدته من البنطلون، فشافت ايديها وفهمت ان هي اللي بعتت اوراق الطلاق اصلا وهو بيخونها معاها، وقررت تحرق دمها وداست عليها. مش انت بتقول بتحبني؟ طيب اوعدني بقى ان انت هتعوضني ومن النهارده تديني مرتبك وساعتها هصدقك. اوعدك انا بحبك انت وبس، وكل فلوسي هديها لك من هنا ورايح. لا ده كلام وخلاص. فطلع الفيزا الكحيانه بتاعته. بصي انا معايا هنا 50,000 خديهم. خلاص صالحتك، هروح على البيت بقى. وضحكت عليه وخدت الفلوس وجريت، وسو طلعت ودته بالقلم. بقى بتحبها هي وبس؟ ها يا حبيبتي انا بلعب بيها بس وبستغلها، دي بتخدم امي ببلاش. لما ابقى نائب المدير هجيب لك كل اللي انت عايزاه، هطلقها ونتجوز ونعمل فرح كبير. وبنرجع فلاش باك وهي خارجه من المكتب، حطت له كاميرا من غير ما يحس وشافته منها وهو بيخونها، والصدمه كسرتها. ما كانتش متوقعه ان هو ممكن يوصل للدرجه دي، وقررت تبص للدنيا بنظره جديده وتغير كل حاجه فيها. واول خطوه في التغيير ان هي تهتم بنفسها، بجمالها، بقوتها، وبالأنثى اللي جواها. بقالها 8 سنين ما اهتمتش بنفسها لحظة. وبيمر الوقت والرئيس راح المول بتاعه بعد ما جابوله قرارها وان هي هناك. ويا سلام على صدف المخرج بقى. ياه هي فين؟ بتقيس جوه. فاستناها وقلبه بيدق، مش عارف هيفتح معاها كلام ازاي. وفجأة طلعت بفستان ساحر، فالكل تاخد من جمالها وهو قلبه اتشد. وهي لما شافته افتكرته، ده انت كمان جاي تشتري هدوم؟ وهو كان بيحاول يلم نفسه ويلم برستيج وينشف. امبارح بالليل انتي قطعتي لي الكرافته وسبتيني ومشيتي من غير ما تعوضيني. فافتكرت ارض المعركه واللي عملته فيه. طيب هعوضك، شكرا. ممكن تلبسها لي؟ جي ده بيتدلع عليها، فحبت تلعب معاه عشان الوش ده دخل قلبها. وهو كان مبسوط قوي، اول مره يحس بالمشاعر دي. عايز ياخدها في حضنه لكن متمالك نفسه. هو انا لحقت احبها؟ ده لسه امبارح بس. فحطت ايديها على البضاعه برعايه حديد عز، اجود انواع الحديد الشديد. شكلك افتكرتي اللي عملتي فيا امبارح. ما هو الحاجات الحلوه ما بتتنسيش. عايزه احاسب. الكرافته دي ب30,000، هتدفعي بكود ولا بكارت؟ 30,000؟ لمي كل اللي هي قستهم وحطيهم في شنط، الحساب اتدفع خلاص. طب واحسبي. طب وحساب بنتي؟ طب حسبي الله ونعم الوكيل. مدام انا جهزتلك الحاجه، بس هو لسه ما دفعش. ما هو المول ده بتاعه، ده الرئيس بتاعنا. هو انت مش شغال عاهر؟ فابتسم. هو مستعد يكون اي حاجه عشانها. تشين يان. يا لهوي ده كبير المدينه، اعمل ايه دلوقتي؟ ولقيت نفسها بتسلم عليه. ممكن أعزمك على الغدا؟ الرئيس دايما بيعزم الناس على الرصاص، أول مرة أسمعه بيعزم حد على أكل. معلش يا بيبي، الرئيس وقع في الحب. وبيمر الوقت وكانت قاعدة معاه وبتتحرى عنه، ولقيته صاحب مطعم وصاحب فندق وصاحب مال قارون ووريث أغنى عيلة في هايتشينج، بس هو الابن الأكبر المغضوب عليه. فنفوه لهونج كونج واتشهر ببروته وقسوته وقرفه من الستات، واتصدمت وما كانتش عارفة تتصرف ازاي. ده ممكن يطير رقبتها في لحظة لو رفضته. خلصتي تحريات؟ يا خسارة، أنا كنت شايفاك عاهر مجتهد وكنت بفكر أصرف عليك، بس للأسف أنت طلعت أغلى من إمكانياتي. مش مشكلة، لو أنتي نفسك فيا قوي كده أنا ممكن أصرف عليكي. عموما أنتي أول واحدة تخليني أحس بمشاعر الإعجاب وتقبل الستات، فإيه رأيك؟ ما هو الحقيقة إن أنا متجوزة، بس لو أنت مش فارق معاك تكون العشيق فأنا موافقة. أنا فعلا مش فارق معايا عشان أخليكي أرملة. لا بلاش، أنا مش عايزة أطلع من سجن الجواز وأدخل السجن الحقيقي. استناني بس لحد ما أطلق.
يعني أنا هفضل مجرد عشيق لحد ما تطلقي؟ أيوة. تمام، عموما أنا هدفعلك في الشهر 2 مليون. الله على اللعب الأغنية. لو شايفة المبلغ قليل ممكن نخليه 5 مليون. يا لهوي يا لهوي، ده أنا كده هنسى ريحة البصل وأتعتر بالدولار. قوليلي انتي تحبي المبلغ يكون كام؟ قوليله يا مريم انتي كمان، قوليله. لا يا سيدة تشن، كده ما ينفعش. فين الأخلاق؟ فين الأدب؟ فين رقم حسابك البنكي؟ ففرح إنها وافقت. بس تمالك مشاعر عشان ما يبينش لهفة قلبه، ده العقد امضي عليه بس. استنى، يعني أنا هبقى مع راجل جامد زيك وكمان أكسب فلوس؟ انت أكيد نصاب. طيب هاتي رقم حسابك انتي هحولك الفلوس الأول. لا خلاص، أنا واثقة فيك، بس خلي الفلوس معاك، مش عايزة تتحولي دلوقتي عشان وقت الطلاق جوزي هيقسمها معايا حسب شروط المحكمة. ماشي زي ما تحبي، هستناكي. بالليل العرة وصل البيت وشاف أمه متبهدلة، فما كانش قدامه غير إنه يهتم بيها بنفسه ويشيل شغل مراته الخدامة اللي تفشت منها ومن لسانها. بس وهو بيحاول يخدمها ما قدرش يستحمل، فاتصل عليها. انتي لسه بره لحد دلوقتي، ما رجعتيش البيت ليه؟ ولكن قد طفح الكيل والرئيس قام وهيطربقها على دماغها دلوقتي. ده جوزك؟ هو ده الراجل اللي معاكي؟ ما تعملش صوت، لو سمعني هبقى غلطانة. انا هخلصك منه. وخد منها التليفون واجبرها تشوفه هو وبس، ويسمع العرة اللي خانها انها ملك حد تاني، حد احسن اقوى اجمد، فعضته عشان تفلت من انيابه. الو، معلش التليفون وقع مني، وقفلت السكة. ايه اللي انت عملته ده؟ حتى لو هبقى عشيقك مش هبقى عشيق في السر. طب ما هو العشيق دايما في السر. عموما احساسك ايه وانت طرف تالت كده؟ عايز اخدك وتبقي ليا انا وبس. وبعد ما مشيت كان لسه مبسوط من عدتها قوي. ظبط لها الطلاق ده بسرعه. حاضر، في خلال اسبوع هنسلمها لك سنجل. تاني يوم راحت قابلت المطلوق مقدما، وكان مصدوم من شكلها اللي اتغير، وحاول يتقرب لها عشان ترجع له بأي طريقة، بس هي كانت مصممة على الطلاق. ولما رفض هددته بفيديو الخيانة اللي صورته له في المكتب، فتعصب عليها وإن هو معهوش فلوس عشان يديها نفقتها. بصي بنفسك، معيش غير 5000 بس، ده عشان انت نقلت كل فلوسك لحساب امك واخوك. ودي المحامية لينج اللي عينها لها الرئيس مخصوص عشان تطلقها له وتفضها له. انا محامية مدام لين. فاستغربت النجدة دي جت لها منين، وهو اتصدم لان المحامية دي مشهورة وما فيش قضية ما كسبتهاش، وازاي مراته الكحيانة قدرت تدفع اتعابها اللي بتعدي ملايين. انت حولت الشقق والعربيات والاسهم باسم امك واخوك في وجود حوار طلاق مع مراتك، وده يعتبر نقل مالي غير قانوني. أنا قدمت طلب وكل حاجة اتجمدت بسبب خيانتك للمدام، وعقوبتك إنك هتخرج من الجوازة دي من غير ولا حاجة، والقضية اترفعت خلاص. نشوفك في المحكمة يا أستاذ شين، يلا بينا يا مدام لين. وراحت معاها وسابته، كان مذلول مغزول ممسوح بكرامته في الأرض. شكرا، بس ممكن اعرف مين اللي جابك؟ الرئيس تشان طبعا. هو في غيره؟ فاتصدمت لما لقيته بيراقبها من بعيد، قاعد عريس مستني فرحهم بفارغ الصبر. ونزل من العربيه جاي لها يتمخطر ببدله سودا اتشيفه 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 اتشيفه. الا صحتك عامله ايه؟ مدام لين عامله شغل جامد صح؟ طبعا، ما هي بيضه وجميله وطويله، حتى انا اعجبت بيها. طلعيها من دماغك احسن لك. انت فهمتني غلط، انا بحب الرجاله بس. وسابتهم ومشيت. يلا بينا. هو انت ازاي عرفت ان انا هنا؟ اي حاجه عايزه اعرفها بعرفها. الرئيس موظف يجي 300 بودي جارد عشان يحميكي في السر، فبصله بس. اسكت يا بقي، اسكت يا بقي. الله، يعني هو ده احساس اني ابقى في رعايه زعيم مافيا؟ طيب وايه رايك في الاحساس ده؟ جامد قوي. ده تقرير الفحص الطبي بتاعي، مع اني اول مره اعمل النوع ده من الفحوصات، بس حبيت اطمنك عليه. سنك الحقيقي 35 بس سن جسمك 24. انا كده اطمنت على مستقبلي قوي. هستناكي لما تطلقي، بس القضيه هتاخد وقت طويل، وكده العشيق هيفضل مستني كتير. لما هو في خلال اسبوع هتكوني عزباء. انت عندك بيت تقعدي فيه؟ وخدها الفندق بتاعه في الجناح الخاص بيه، وكان جايب لها مجوهرات الدنيا والآخرة، وهي كانت مبهورة من اللي بيحصل، وكأنها دخلت رواية رومانسية جامحة لا خروج منها. الجناح الرئيسي ده بيتأجر ب158,000 في الليلة. يا نهار اسود، المكان ده شكله غالي. يلا بينا نمشي بسرعة. استني، الفندق ده كله ملك للرئيس، وده الجناح الخاص. انا بس كنت بعرفك السيستم. هو ازاي كل حاجة ملكك كده؟ انتي لسه ما شفتيش حاجة، ده في املاك كتير هتتفاجئي بيها لما تشوفيها. وهو كان مبسوط بالتطبيل ده قوي. طبل يا بيبي، تشابل تشابل. دي الفيزا بتاعتي، جهزتها لك مخصوص.
استخدميها زي ما تحبي ومش هتتحسب من مرتبك الشهري. بجد مش هتتحسب من ال5 مليون؟ بجد بجد. فما قدرش يستحمل لطفتها ورد عليها بالحب. دي مكافئتك. قصدك الفلوس ولا البوزة؟ أنا هسافر يومين أخلص شغل، عايز لما أرجع ألاقيكي مستنياني. فكري فيا كتير ماشي؟ وسابها ومشي. وبالليل العرة وأمه اتفقوا إن هما يلبسوها قضية زنا عشان ما تكسبش قضية الطلاق وتاخد أملاكه، وكلف أخوه بالمهمة دي، وهي هتلم الجيران وتشاهدهم عليها، وساعتها هتتنازل عن القضية غصب عنها وتطلع من المولد بلا حمص ومفضوحة زي ما هما عايزين. وهي كانت حاطة كاميرا مراقبة في أوضة أمه من زمان عشان لما تحتاج حاجة منها تروح لها على طول، ونسيتها مع الوقت، وهي كانت سبب إنقاذها دلوقتي. ما عملتش حسابها بس القدر كان حاسبها لها. وبالليل لبست واتشيكت عشان طلبوها في قعدة صلح، فرايحة تطربقها على دماغهم، والحرس استفولها باحترام. ما هو الكل عارف إن هي تبقى مرات الرئيس المستقبلية إلا هي. وشي جاله تليفون قلب الموازين، الرئيس متحاصر دلوقتي من عصابة منافسة. في نفس ذات الوقت كان واقف بيسمع زعيم العصابة التانية وهو بيهلهل بكلام ملوش أي 30 لازمة. ده انت زهقتني. وهجموا عليه. الرئيس في خطر دلوقتي، هو أولى مني، روحوله. بس هو أمرنا نحميكي انتي، ما تخافش عليا، أنا هظبط أموري، يلا امشي. فخد الرجالة وراحوا. وبيمر الوقت وراحت لهم البيت وفضلوا يتمسكنوا عليها، والصلح خير ايه وبتنجان ايه، فقررت تسيرهم في لعبتهم للآخر وشربت المخدر قدامهم. وفي ظل هذه الأثناء كان الرئيس قام بهم جميعا حارق خارق ملتهب مشتعل، وطبعا لازم المرلبوله عشان يهدي أعصابه من شدة اشتعاله. انت جيت ليه؟ فحكى له كل اللي حصل، فاتصل عليها ولقى تليفونها مقفول فترعب عليها، وخد الرجاله وطلعوا على بيت جوزها. في ظل هذه الاثناء كانت خلاص اتخدرت، والشين وصى اخوها عليها كويس. يا خسيس يا عره، ده انت تستاهل اعدام، وسابها له وخرج. ولسه جاي يحقق احلامه قامت عليه برشاش الفلفل وكتفته وعجنته. هي ما بلعتش المخدر، هي تفته في المنديل بعد ما اوهمته ان هي شربته، وانتقمت لنفسها ولكرامتها. وامهم قعدت تشيسا عشان تلم الجيران ويخشوا يشوفوهم في الوضع ده، وقال ايه مرات ابنها جرجرت الواد الصغير للسرير، واخوه الكبير مش قادر يواجه المجتمع بعد اللي شافه، ودخلتهم عليه عشان يشوفوا اللي بيحصل. فاتصدموا ان هي قاعده على السرير بتعيط وهو اللي متكتف ومضروب، ففضلت تتشحتف. شفتي يا مدامو العيله دي عملت فيا ايه؟ أنا كنت عايزة أتطلق من شين بس عشان خاني، ما كنتش متوقعة إن هو ممكن يستخدم الطرق الحقيرة دي عشان يلبسني قضية ويرميني في الشارع من غير حقوقي. فكلهم اتعاطفوا معاها، ودخل المحروس هو وأمه واتصدموا من اللي قدامهم، والناس هجمتهم وإنهم هيشهدوا معاها في الاسم على اللي شافوه بعينيهم، وبكده خطتها نجحت. والكبيرة كانت منهارة على ابنها الصغير، مستقبله خلاص ضاع. ما انت يا ولية قص الفساد. وشين قعد يترجاها، فدته على وشه. انت مستني مني اسامحك ازاي بعد اللي عملته فيا؟ انا هكسب القضيه دي وهاخد حقي. وثبته وطلعت. فطلع وراها واجبرها تقف، فداست على رجله واديته بختين في وشه، فتعصب ولسه يضربها رجاله الرئيس منعوه، وهو نزل من عربيته مرعوب جري عليها. انا اسف اتاخرت عليكي، انتي اتعورتي؟ فأمر شي بعينيه علمه الادب وفضلوا يضربوا فيه للصبح، وخدها الفندق. اتعورتي فين؟ ما تخافش عليا انا كويسه. شي قال لي ان انت مصاب. وريني كده، انت بتنزف. انتي اهم. لا طبعا مش اهم، تعالى وريني الاول اتعورت فين. ليه مهتميه بيا قوي كده؟ هو مش انت انسان برضو؟ وبعدين لو حصلك حاجه هلاقي فين عاهر زعيم مافيا عنده عضلات وامر بالشكل ده؟ بس انا عايزك تهتمي بيا بطريقه تانية. ففهمت انه دلوقتي محتاج شويه حب يهدي بيها قلبه، كلمه تطمنه ان هي هتبقى ملكه، انها مش هتبعد مهما حصل. لكن في اللحظه الحاسمه دخل شي. انا اسف يا ريس عشان سبت مدام لين وجيت لك وعصيت اوامرك. انا هضحي بايدي الشمال دلوقتي. استنى، انا اللي خليته يروح لك. طالما هي اتوسطت لك يبقى براءه. شكرا جدا. وهو كان بيولع من جواه، الدم غلي في عروقه. ازاي يلمسها؟ ما حدش ليه الحق يلمس ممتلكاته الخاصه. نظرته كانت نار وشرار، وايده جاهزه تقوم بيه، لكنه شد نفسه، مش عايز مشاعر الغيره تفضحه. المهم عملت ايه مع شين؟ علمنا الادب كويس.
وبتمر الأيام والمحكمة حكمت لصالحها بالطلاق، وممتلكات الزوجين المشتركة من شقق وعربيات وفلوس في البنك وأسهم وغيره كلها تتحول لها، لأنها تعرضت لأذى نفسي وخيانة من جوزها. ودلوقتي التوتال 300,000، فخدت حقها تالت ومتلت. وسو كانت مستنياها بره المحكمة عشان تضايقها وإنها تتجوزه زي ما كانوا متفقين، ففرمت لها رجلها. مبروك عليك الزبالة اللي أنا رميتها، يلا أنا هروح أعيط في حضن ال300,000 بتوعي وخليهولك هو وأمه اشبعي بيهم. وسابتها ومشيت. وبالليل المحامية جت لهم، أنا كده عملت اللي عليا ودلوقتي أنت تقدر ترفع راسك، طبعا مش هتبقى العشيق خلاص، شكرا، مكافئتك هتتضاعف. شكرا يا محامية لينج. فبص للمحامية وعمل صوت، ما تخافش يا سيدة شن، مش هقرب من ممتلكاتك، بيغير عليكي حتى مني. وبعدين شكرك وصلني أهو. وسابتهم ومشيت. انتي كده شكرتي المحامية؟ ايوه. مش المفروض في حد تاني لازم تشكريه؟ صح. استنى. وراحت جابت جوانتيات ملاكمة، فافتكر انهم ليه وكان راضي بأي حاجة منها بس تجيب بس، وهوب غيرت الاتجاه. دول ليك يا شي، انا عرفت ان انت بتحب تلاكم فجبت لك دول، شكرا على مساعدتك ليا اليومين اللي فاتوا. فبص للرئيس وكان مرعوب، اخدهم يا ريس ولا لا؟ ما تاخدهم، انا مالي. وقام يسبقوا على بره وهو مقموس قد كده اهو. فشي راح وراه وهو فرحان، ما يعرفش ان دي اخر ضحكه يضحكها في حياته. ما تيجي العبك ماتش ملاكمه مادام بتحبها قوي كده، تعالى ورايا. فكان عايز يعيط. وبعد ساعة كانت جهزت نفسها وهو خرج بيه بعد ما عدم العافية. ايه اللي حصل لوشك ده؟ انا كويس، بس بعد كده يا ريت ما تجيبليش اي حاجة عشان في ناس بتزعل هنا، والمرة اللي جاية فيها قطع رقاب. انا همشي دلوقتي. والبوتاجاز ال5 شعلة كان واقف على اخره. هو الريس زعلان مني؟ كويس انك عارفة اني زعلان. ففهمت انه غيران لانها ما جابتلهوش هدية وكافئته باللي نفسه فيه. كده كفاية؟ لا، أول مرة يختبر فيها شعور إنه عاشق وعايز يدي وياخد الحب من اللي قلبه دق لها. وهوب أوبح، ليلتك سودا يا سعيد. وخدها جوه ولبس النضارة عشان يشوف هو بيعمل ايه كويس، بس بعدين انتبه لازم يحميها وما تحملش منه عشان ما يعملهاش مشاكل. ايه ده؟ انت خايفة عليا ولا ايه؟ ما هو ممكن تكوني مش عايزة تحملي مني. هدى، انا لازم اقولك الحقيقة، انا ما بخلفش. فزعل عشانها وقطع وعد على نفسه ان هو هيعمل المستحيل عشان تخلف منه. وكانت ليلى تعجز عن وصفها الكلمات. تاني يوم صحيت متكسرة. اخيرا صحيتي؟ اشربي ده، صوتك امبارح اتنبح من كتر ما ناديتيني باسمي. فاتحرجت ولقيته ملبسها اسوره الماظ. هو انت لبستني دي امتى؟ لما صحيت ولقيتك نايمه شبه الملاك. لا هو بيعرف يعكس حلو. هو ايه اللي خلاك تجيب لي هديه فجاه كده؟ ما هو انت جبتي هدايا لكل الناس ونسيتي نفسك، فبعد كده لازم تحطي مشاعرك الاول، فكري في نفسك الاول. شكرا يا سيدة شن. وفجاه مرات خالها كلمتها، انت اتطلقتي ازاي وليه؟ حاجه كبيره زي دي لازم ما تقولناش عليها. انا هاجي النهارده بالليل وهحكي لكم كل حاجه. مين دي؟ دي مرات خالي، انا مضطره اروح لهم النهارده. تحبي اوصلك واجي معاكي؟ لا مش عايزه اتعبك، هروح لوحدي. فاتضايق ووافق. وبيمر الوقت وراحت لهم وكان جايبه لهم هدايا كتير، والنهارده هتعزمهم على كابوريا. فمرات خالها اول ما لمحت الفلوس والهدايا طمعت فيها وانها بشكل ما لازم تستغلها وتصرف عليهم دلوقتي لانهم فقراء، وخالها ما بقاش بيقبض كويس، وهي فهمت انها عايزه تستغلها فانهارت وكتمت في نفسها وقامت وسابتهم. وبعديها جالها إشعار من البنك بيهنيها بعيد ميلادها، فقلبها وجعها. ما حدش من اللي عملت المستحيل عشانهم قال لها كل سنة وانتي طيبة، حتى البنك بس هو اللي فاكر. وفجأة العاشق اتصل عليها، هتخلصي امتى؟ ينفع اجي اخدك؟ لسه مش عارفة. طيب أنا كنت بكلمك عشان أقولك كل سنة وانتي طيبة. عينيها اتملت دموع. الغريب فاكر عيد ميلادها والقريب ناسي. قلبها وجعها لكنه اتدفى بكلمته. كانت زي حضن في عز الوحدة. حست ان الدنيا كلها وقفت وان اللي حواليها اختفى ومفضلش غير صوته اللي بيطبطب على جرحها من بعيد لبعيد. شكرا يا سيدة شن، انا عايزك تفرحي النهارده مع اهلك. حاضر. وبيمر الوقت ومرات خالها قالت لابنها يغريها ويتجوزها وياخد فلوسها، فسمعتهم وزعلت على نفسها. المفروض الاهل يبقوا حمايه مش استغلال وقله ربايه، وطلعت طربقت الدنيا على دماغهم. فمرات خالها قلبت عليها الترابيزه، انت جايبه اكل قليل وما يليقش بينا اصلا، احمدي ربنا اني رضيت اجوزك ابني. فلمت الكابوريا كلها في كيس من قدامهم، انا هرميهم للكلاب، هم اولى بيهم منكم. وهنتهم وشتمتهم وقلبت الترابيزه على الارض وسابتهم ومشيت.
وبعديها كانت قاعدة على طريق جنب البيت زعلانة وبتاكل الكابوريا لوحدها وفضلت تعيط. شافت ذل وإهانة من أقرب الناس ليها، وعلى رأي المثل خاف من الغريب مرة ومن القريب 1000 مرة. وتشينجي كان عامل حساب اللي هيحصل ده وحماها من البرد بالجاكيت بتاعه، فاتصدمت. مين الإيد الحنينة دي؟ ده الريس يا بيبي، الحنية بتدلدق منه كده. انت جيت هنا ازاي؟ كان عندي اجتماع في شركة قريبة من هنا وشوفتك قاعدة بالصدفة. شفتها قاعدة بالصدفة. الريس مسفرنا الطريق 3 ساعات عشان يجي يشوفك صدفة، فتمالك نفسه عشان ما يقومش يقتله دلوقتي. ففهمت انه بدأ يتعلق بيها وسألت نفسها هترد له الحب والحنان ده ازاي وهما ملهمش مستقبل مع بعض. هو ابن عيلة غنية وهي مطلقة واهله مش هيرضوا بيها. كنتي بتعيطي ليه؟ مفيش حاجة، الكابوريا اللي انا اشتريتها طلعت مش حلوة وغالية على الفاضي، يا ريتني ما اتحمست كده. طيب تحبي تاكلي ايه؟ تحبي تاكلي ايه يا مريم؟ فتأثرت بحنيته وطلبت منه يأكلها لحمة، فخدها لمطعمها المفضل، لكن كان قدامهم 52 ترابيزة فهيستنوا ساعتين، فما كانش عايز يأخرها كل ده واشترى تذاكر كل الناس اللي واقفة وفضلها المطعم كله. انت معاك فلوس كتير مش عارف توديها فين؟ النهاردة عيد ميلادك وبعدين كل ده مش مقامك. انا فكرت اشتري لك المطعم اصلا. لا كفاية، خلينا ناكل هنا بس. وخدته بالحضن بتحضن مصباح علاء الدين، وهو لو كان يقدر كان جاب لها العالم كله ولا يشوف دمعة منها واحدة بس. رجل ورجال قليل. يلا بينا ندخل. وبعد ما خلصوا خدها على الفندق بتاعه. مبسوطة دلوقتي؟ دي أول مرة حد يحتفل بعيد ميلادي، المرة دي كل المدينة هتحتفل بعيد ميلادك. فما كانتش فاهمة قصده إيه، وفجأة السما نورت بدرونز متشكلة باسمها وقلبها اتاخد من المنظر. كل سنة وانتي طيبة. طارت من الفرحة وفضلت تصرخ ان دي بداية حياة جديدة وهتعيشها زي ما هي عايزة، وهو أقسم لنفسه انه هيعوضها كل اللي مرت بيه زمان، وعبر لها عن حبه وطالبها بعينيه انه يستاهل مكافأة، فكافئته بطريقتها الخاصة. والناس اللي في الشارع كانوا مبهورين، مين الحبيب اللي عامل لحبيبته كده؟ ويشين لما قرأ اسمها إتغاظ وعرف ان هي وقعت على واحد غني عشان كده سابته. تاني يوم كانت بتكافئ الريس على احتفاله بعيد ميلادها. استنى، ما ينفعش، انت كسرت السرير امبارح وسببت اضرار جسيمه لموظفه وده يعتبر اصابه عمل. انا اسف، لازم اتعاقب. طيب جهز نفسك للعقاب بقى، ولسه هتعاقبه شي دخل عليهم ويوه. يا ريت تكون حاجة مهمة عشان ما اقتلكش دلوقتي. الشين بيشهر بسمعة مراتك لايف و50,000 واحد بيتفرجوا عليه دلوقتي. وشافوه وهو بيحكي قصتهم لايف وقعد يتكلم عليها بالعاطل والباطل ويشهدوا منها شريرة ومش عايزة حتى تخدم أمه الست التعبانة الكمل. وكمان خانته مع واحد غني وسلمت له نفسها عشان هي بتحب الفلوس وإنه ضحية دلوقتي، ودخلونا نديله قلمين على وشه. كلم منصة البث ده يقفلوا له حسابه وخلي لينج ترفع عليه قضية تشهير. لا استنى، أنا هستغل الوضع ده لصالحي. وبعتت لشين طلب انضمام لايف باسم مستعار، فوافق من غبائه. وطلعت هي وفضحته في اللايف بكل أعماله القذرة ورفعت له فيديو هو بيخونها في المكتب، وفيديو لما كان بيتفق فيه مع أمه عليها، وفضيحته بقت بالجلاجل. فقفل اللايف بسرعة من هجوم الناس عليه، ومديره كلمه وطرده من الشركة بسبب أعماله الفادحة في مكتب العمل. وقعدت تدي نصايح للبنات وازاي ياخدوا بالهم كويس من استغلال الرجالة ليهم وازاي يحافظوا على نفسهم منهم. فاتشهرت في لحظة والرئيس كان فخور بيها قوي. وبتمر الأيام وجات لها عروض من شركات كتير عايزينها تروج لهم على صفحتها، فخدت بالها منه متأخر. ايه كل ده؟ فحكت له اللي حصل وانها بقى عندها 100,000 متابع دلوقتي والشركات بتجري وراها عشان تعمل لهم اعلانات. انا ناوية استغل الفرصة دي وابدأ شغلي الخاص. هات ناس يشيلوا كل الحاجات دي. لا يا ريس استنى، انا عارفة ان انت بتديني 5 مليون في الشهر وخايفة اشتغل شغلانة بره تأثر على شغلتي الأساسية هنا، بس اوعدك ده مش هيحصل. انا بس كنت هخليه ينقلك حاجتك على مكتب فاضي في الفندق عشان يكون ليكي مكانك الخاص وتعملي لايف براحتك. ايه يا اخواتي الراجل الحلو ده، ايه يا اخواتي الراجل السكر ده. بس يا ريس الإيجار عندك غالي قوي وانا معيش فلوس ادفع. مش هتدفع ايجار، اعتبريها تعويض عن اصابة العمل امبارح. لا ده انت كده هتدفع تعويضات كتيرة قوي وانا لازم اكافئك كويس. ولسه هتعبر له عن حبها افتكر ان في عصفورة صغيرة قد كده هو واقفة بتبص عليهم، فالعصفورة انتبهت وهربت قبل ما تتنشر رصاصه، والرئيس اتكافئ كويس على مجهوده المحترم. استنى هروح استحمى الاول وارجع اكمل شغلي معاك. خدي راحتك. معلش يا ريس حقك عليا انا.
وبيمر الوقت وكان بيعمل لها مشروب دافي يريح لها بطنها لأنه شاف فوط صحية في شنطتها وافتكر إن هي تعبانة. زعيم المافيا بيطبخ لي بنفسه وفضلت تتحمرش فيه. النهارده ما ينفعش، اشربي ده وهترتاحي. هو اشربه ليه؟ ما انتي عندك العذر الشهري النهارده. وقعد لها بالراحه وبدأ يعمل لها مساج لبطنها. انا سألت دكتور العيله وقال لي ان كده بطنك هترتاح. فافتكرت ايام عذابها مع العره لما كان بيهنها وبيذلها في عز تعبها. وانت عرفت منين انها النهارده؟ شفت الفوط الصحيه في شنطتك؟ دي عينات هروج لها في اللايف عندي، ما تقلقش انا كويسه يا ريس تشان. وجبته من الحزام وهو بيتجاب بسرعه قوي. النهارده امان. فتشوف الكيل وكانت ليله يا عمده. تاني يوم الراسي الرايق قاعد بيستمتع بصوتها اللي في دماغه وهي بتناديه باسمه من امبارح. وشي كان جايب له 2 قفشهم في محاولة اغتياله وبيسأله يرمي مين فيهم الأول، لكنه كان متلذذ قوي بمتابعة لايف مراته حبيبته المستقبلية ومش عايز يسمع صوت غير صوتها هي. واللايف كان بيتكلم عن عروض الفوط الصحية. هو الزعيم بيتفرج على لايف فوط صحية ليه؟ عشان ناوي يعمل مجزرة فيها دم كتير وكده؟ وفضل يبعت لها أسد فأسد فأسد. هو مش أسد بالمعنى الحرفي يعني، بس هناك في الابليكيشنز عندهم حاجات زي الأسد وكده. وكان فرحان لفرحتها. ما هو هنقول إيه، رجل والرجال قليل. ولما خلص اللايف كلمها قال له خلصتي شغلك؟ اسكت، شفت اللي حصل النهارده؟ أنا كسبت فلوس كتير قوي وعشان كده هعزمك على العشاء. فاضي ولا مشغول؟ فاضي، ولو مشغول هفضلك. يا ريس ما قلتليش ارمي مين فيهم الاول. ريس ايه بقى؟ ريس ايه؟ بالريس مش معاك دلوقتي اصلا. بلاش قتل كل شويه، الحياه حلوه برضه، اكسر لهم رجليهم بس. واه لما الحب يغيرنا. وبالليل كانت قاعده تدلعه وتهشكه عشان هو جود بوي قوي. ولاحظ ان ظهرها وجعها من قعده اللايف. انا طلبت لك كرسي مخصوص من ايطاليا على مقاس جسمك عشان قعده اللايفات هتتعبك، فبكره هيكون عندك. هو انت بتعمل معايا كده ليه؟ فارتبك، بس مش قادر يقولها ان هو بيحبها. مش عشان خايف منها، لا، عشان مش عارف هي بتحبه ولا لا. هو عايزها بس مش عايز يكون لوحده في الحب ده. انا بس خايف ده يأثر على شغلك الاساسي. يأثر ولا ما يأثرش ده هتعرفه بالليل. فانبسط قوي، ده في مكافأة ليلية. واستأذنت منه تروح تظبط مكياجها. وهي طالعه بالصدفه سمعت اخوه تشينج الغير شقيق كان في نفس المطعم وبيتكلم عليه وبيدبر له مكيده. فتعصبت عشانه. هي وقعت في حبه من بدري وبتداري. ما هو مستحيل يكون في بينهم مستقبل، لكن على الأقل تدافع عنه. وراحت هزقته ومسحت بكرامته الأرض. فتعصب ولسه هيمد ايده عليها، الريس كان فدلها ولحقها في لحظة. دي خط أحمر، فاهم؟ واداله بوكس جابه الأرض. فقال له ازاي يعني يمد ايده على أخوه عشان خاطر واحدة، وإن هم هيتبروا منه للأبد بسبب عدم احترامه ووقاحته مع العيلة الكريمة. أنهي عيلة؟ قصدك عيلتك أنت وأمك اللي خدت أبويا وموتت أمي بحسرتها؟ ها؟ لو شفتك في البلد دي تاني هسويك بالأرض. فقام وهرب من قدامه. وهم خلصوا عشاهم ومشيوا. بلاش تتدخلي في مشاكلي العائلية بعد كده. أنا مقدر خوفك وزعلك لما سمعتي عليا الكلام ده. المرة دي أنا كنت موجود، بس المرة الجاية ممكن ما أكونش موجود وتتأذي. بس أنت أكبر عميل عندي وأنا لازم أحميك. لا، مفيش حاجة اسمها حماية من ست. أنا الراجل، أنا اللي المفروض أحميكي. فياريت تركزي في كلامي كويس وتفهمي أنا عايزة أوصل لإيه. وده كان اعتراف صريح بحبه، وهي فهمته وخدته في حضنها وهي بتحاول تتمالك مشاعرها. مش عايزة تسبب له مشاكل مع عيلته، عارفة إن هم مش هيقبلوها. ما هم عايزين واحدة ذات حسب ونسب. أنا أسفة خلاص، ما تزعلش بقى. وهو كان شايفها بطريقة تانية. على قد ما بيحبها على قد ما زعلان منها. جواه وجع مش قادر يطلعه. نفسه تحسي بيه، تفهمه، تعرف إن اللي بينهم مش لحظة عابرة، مش متعة. هو شايفها في مستقبله وعايز يعيش معاها، وهي كانت بتواسيه. ما هو شوية أيام وهيفترقوا. وياجي سوء التفاهم، ياجي سوء التفاهم. وبتمر الأيام وشين من حقده عليها كان بيتابع لايفاتها أول بأول، ويا ترى بتاخد كام من اللايفات دي. وكان معايش السنيورة معاه من غير جواز. ما هو بقى على الحديدة وهي بقت مجبورة تخدم أمه عشان تنور رضاه لأنها اتطردت من الشغل بسببه وما بقاش عندها مكان غيره. ولما طلبته يشتري لها هدوم جديدة هنها وشتمها وإن كل همها الفلوس، ودي آخرة اللي تبيع نفسها بالرخيص. فهزقته ومشيت. وقعد يفكر ازاي يرجع لين لحياته. ما هي بقت البيضة الذهب اللي بيها حياته هتتغير للأبد. وراح لها مكان الفندق بعد ما عرفوا من اللايفات، ووقفها وفضل يترجاها ترجع له، واقسم لها ان هو هيبقى راجل كويس وهيعوضها الحب والحنان اللي حرمها منهم، وانه كان ضحية لإغواء سوء الفسيقة.
اللي كانت طمعانة فيه وفي جمال أمه، فديته بالقلم على وشه. هو انت فاكرني واحدة رخيصة ولا ايه؟ انا اموت نفسي ولا اني اعيش مع واحد حقير زيك؟ فعايرها ان هي باعت نفسها لواحد غني عشان خاطر الفلوس. والسنيورة جت وفضلت تعاتبه لأن هو عايز يتخلى عنها بالشكل القاسي ده. يلا اسيبكم مع بعض، انتوا 2 حرابيق مش هتلاقوا غير على بعض. فحاول يمنعها، فدت له ضربة جابته الأرض وسابتهم ومشيت. في مثل هذه الأثناء الرئيس كان قاعد بيولع في السيجار بدل ما يولع في نفسه. كان مقموص لأنها راحت الشغل من غير ما تديله البوسة بتاعت الصبح، وكده هيكمل يومه ازاي يعني. وتشينج اخوه جاله، انت جاي ليه؟ اطلع بره. حتى انا كمان هتطلعني بره؟ ففهم ان النانوس راح جاب أمه عشان تجيب له حقه منه. انا سمعت ان انت مرتبط بواحده مش محترمه، بلاش تتدخلي في اللي مالكيش فيه يا مرات ابويا، والست اللي معايا محترمه مش زي واحده اعرفها. انا هعمل نفسي ما خدتش بالي من اهانتك ليا، لكن واحده زي دي تخليك تمد ايدك على اخوك؟ يبقى لازم تتربى. مراتي متربيه، ربي ابنك انت الاول. البنت دي لازم تتعاقب، وساعتها ممكن نرضى عنك وترجع العيله تاني. هو اخويا عنده شحنه في المينا بتاعتنا صح؟ ايوه، بعد ساعه تتبعت لاوروبا. ارميها في البحر. انت اتجننت؟ لو الشحنه دي ما اتبعتتش النهارده هنخسر 300 مليون. ده تمن الكلام اللي اتقال على مراتي. ومن النهارده اي حد من العيله القذره دي ظهر في منطقتي من غير اذني اقطعوا له ايديه ورجلي، بس بلاش قتل، الحياه حلوه. والله يا ريس الحياه حلوه قوي. فتشينج خد امه واديله في رجله ومشوا قبل ما يخلص عليهم. وبعديها رجع البيت متضايق بيفكر فيها. طول اليوم ما كلمتهوش وسمع صوتها في الحمام. يا ريس انت جيت؟ ممكن تجيب لي الفوطه بعد اذنك؟ حاضر. ودخلها الفوطه، فشدته لساحه المعركه ووقع في الفخ. انت بتضحكي عليا؟ ما هو انت كنت وحشني طول اليوم، فقلت نستحمى سوا ونعوض الوقت اللي ضاع ده. يعني انا بجد وحشتك؟ في امل تفهمي قلبي النهارده؟ وشاف في نظراتها 1000 سؤال فجاوبها بقلبه. ونطلع احنا بره بقى يا جماعه عشان الحمام ده مش بتاعنا. وبيمر الوقت وصحي من جنبها في نص الليل عشان يرد على الدكتور. اخبار مرضك من الستات ايه؟ لسه زي ما هو، اي ست غيرها بتقرب مني بقرف، هي الوحيده اللي قدرت تملك قلبي. انا حبيتها. انت حبيتها بجد؟ ايوه حبيتها. طب ما ده كويس كده، يبقى مرضك مش محتاج علاج اصلا، اتجوزها وخلاص. بس هي مش بتحبني انا، هي بتحب فلوسي بس يمكن مع الايام تحبني زي ما بحبها. وبتمر الأيام ومرات خالها وابنها طمعوا فيها أكتر من بعد ما اتشهرت، وقرروا يستغلوا عاطفتها ويعملوا عليها تمثيلية وينوبوا من الحب جانب. وفي ظل هذه الأحداث كانت بتلعب هي والرئيس إيد مين أكبر من التاني. ألعب معاكو وجالها تليفون. أيوة يا خالي. أنا رجلي اتعورت ووقعت يا بنتي، لو عندك وقت تعالي زوريني. انتي قلتي قبل كده ان خالك هو الوحيد اللي كويس معاكي في العيلة دي، فانا حاسس ان دي مؤامرة عليكي. هي مرات خالك تعبانة اللي عاملة التمثيلية دي، وهو عشان ضعيف ما قدرش يقول لها لا. طيب انا هاجي معاكي، انت بالذات ما ينفعش تيجي معايا عشان هيستغلوك. ما تخافش عليا، انا هاخد بالي من نفسي كويس. فزعل عليها بسبب الاذى النفسي اللي بتتعرض له منهم، وهو مش قادر يدخل الصورة ويجيب لها حقها، دول مهما كانوا عيلتها. وهي عملت تمثيلية عليهم وراحت لهم بلبس فقير. هو انتي مش بقيتي مشهورة دلوقتي على النت؟ ازاي لابسة لبس رخيص كده؟ انا مش مشهورة ولا حاجة، انا مجرد واحدة بتبيع منتجات في لايفات بس، وللأسف الفلوس دي كلها بتروح للشركة، فما عنديش فلوس اجيب بيها هدوم. معلش يا طنط، خدش على قفكي. فخدتها جوه تدعي الفقر وانها حتى مش عارفة تجيب علاج لخالها، وبحكم ان هم ربوها وهي صغيرة فالمفروض تدعمهم وتساعدهم دلوقتي من شغلها. وخالها كان متضايق من اللي بيحصل بس مش قادر يقول. انا طبعا مش هقدر اسيب خالي في وضع زي ده. طب هتدينا فلوس في الكارت ولا في دفتر التوفير؟ في تأمين طب ضد الحوادث. انا عملت لخالي تأمين ب200,000، لو تعب في اي وقت يقدر يروح المستشفى ويتعالج ببلاش، ولو فعلا رجله اتكسرت فيقدر يطمن لانه مش هيتبهدل تاني. وكده يا خالو انا وفيت حقك عليا. خلي بالك من نفسك عشان مراتك وابنك بياكلوا مال الحي قبل الميت، ويا ريت من النهارده يا طنط ما يكونش في بينا اي علاقه. وسابتهم ومشيت. فكانوا هيفرقعوا كده هيفرقعوا. وبيمر الوقت ولما راحت عنده الفندق لقيته واقف بيتم صفقه وخد باله منها. يا نهار اسود، انا هو علاقتنا فلوس وجسم وبس، ما ينفعش اسبب له مشاكل في العلن ويعرفوا اني عشقته، لازم اخلع بسرعه. فندى عليها قصادهم كلهم. اوبس، ازيك يا سيدة تشين. فخدها في حضنه وعرفهم بيها كحبيبته. امال فين دور العشيقة اللي اتفقنا عليه؟ ده اعترف بيا قدام الناس.
كان نفسه تعرف ان هو بيحضر لها كمان عشان يطلب ايديها للجواز. سيد يونغ، منتجعاتكم عندها منتجات كتير، فمن رأيي تعملوا لايفات وتروجوا لها. حبيبتي مذيعة لايف شاطرة جدا، ممكن تخدمكم في الموضوع ده. وعمل لها صفقة في ثانية. انا مش مصدقه اني هشتغل مع مجموعه كبيره زي دي. مدام لين، هو ده بس اللي فرحك؟ ده الرئيس اعلن قدام الكل ان انت حبيبته. فعرفت انها خلاص مش هتقدر تهرب من حصاره واستسلمت لواقعها، وهديت جواها الحرب اللي كانت شغاله بين قلبها وعقلها، وبقت مستنيه اللحظه اللي يعرض فيها الجواز وهتقول له موافقه. ايه ده؟ يعني خلاص كده مفيش سوء تفاهم؟ يعني خلاص مفيش عقده؟ هتقولي المخرج ده. على فكره نص بنات المدينه بيتخانقوا عشان يبقوا مكانك. بجد انا اسفه، انت لازم تعاقبني يا سيد تشان. مش أنا الأوان بقى تقولي لي يا حبيبي بدل يا سيد ويا ريس دي؟ ولسه هيسرق من الزمن لحظة حب. يلا يا شي يا ابني بقى، انزل انت معلش قبل ما يطير لك رقبتك دلوقتي. فننزل جري ونطلع احنا بره كمان يا جماعة، بدل ما الريس يطيرنا احنا كمان. وبعديها طلعت لايف، وشين كان متابعها وكتب لها كومنتات كراهية كتيرة عشان يسوق سمعتها ويفش غله، لأن دلوقتي بقى عامل توصيل بسيط ومش لاقي حد يشغله. والرئيس كان بيبعت لها هدايا كتير عشان يشتتها عن الكومنتات دي وما تزعلش، بس هي خدت بالها لأنه كان واقف مشغول بتليفونه وقامت قفشته. انت اللي كنت بتبعتلي الجواز دي طول الوقت؟ فابتسم. خلاص اتقفش. انا غيران، في واحد بيقول ان هو عايز يرتبط بيكي. فالناس سمعت صوته في اللايف وقعدوا يتغزلوا فيه وان هو حلو واكيد معاها راجل وسيم وجامد، والشين ولع اكتر. وبعديها وهم نازلين، بلاش تبعتلي هدايا تاني، انت بعتلي 30 واحده وفي الاخر الفلوس دي نصها بيروح للشركه، لو عايز تبعتلي ابعتلي على حسابي احسن. الجوايز لازم تتبعت عشان انتي تستاهلي تتكافئي قدام الناس، والفلوس هتتحول برضه. وحول لها مليون بضغطة زر. انا جالي هبوط. لا انا كده لازم اعمل دوري كويس بقى واكون حبيبه الزعيم زي ما هو عايز، وخدته عشان تكافئه. وبعديها الجناح اللي جنبهم كان طالب اوردر، وشين بقى عامل توصيل على ما تفرج وبيوصل الاوردر وشافها، والامن وقفوه فكان على اخره، وعرف ان ليلة في جناح زي ده ب158,000، فحاول يدخلها باي طريقه. لكن الرئيس كان شايفه من الكاميرات وادالهم امر يعلموه الادب تاني. وبيمر الوقت بعد ما غيروا هدومهم، جالها ياخدها في حضنه ويتفرجوا مع بعض ويسرق من الزمن لحظة دفى معاها. الفيلم ده دموي قوي، في ضرب وقتل، ليه بتتفرجي عليه؟ هو لو في يوم من الأيام واحد من أعدائك خطفني فجأة هتيجي تنقذني؟ لا. طب لو أنا مت هتزعل عليا؟ لا. طب أنا رايحة أنام، اوعى. استني، انا قصدي ان مفيش اصلا حد هيقدر يلمس مراتي، عمري ما هسيبك في خطر، يعني مفيش حاجه اسمها لو. ونطلع احنا بره بقى يا جماعه دلوقتي عشان الرئيس عنده منتخب. تاني يوم كان رايح الشغل اللي لابس بدله عنابي قوي، ازازه واين ماشيه على الارض، وتفاجئ بلولو صديقه الطفوله مستنياه. انت اتاخرت قوي كده ليه؟ انت ايه اللي جابك شركتي اصلا؟ سمعت ان انت بقى عندك حبيبه، معنى كده ان انت خفيت من مرضك. لا لسه، ابعدي عني عشان بقرف. عنيف قوي يا ريس، مراتك وصلت. انا معرفش بيحبها على ايه، دي واحده مطلقه واكيد شكلها وحش وريفيه. انا هخليه يشوف الفرق بيننا دلوقتي. وهو قام من لهفة قلبه يستقبلها. انت جيتي ليه؟ خلصت شغلي ولقيتك وحشتني فقلت اجي اشوفك. ولولو اتصدمت، دي طلعت احلى منها وتديها بالجزمه. هي مين دي؟ انا لولو، صديقه تشين من الطفوله. بجد؟ هي كانت زي اختي الصغيره. يلا يا لولو قولي لها يا مرات اخويا. لا طبعا هي ما تستهلكش اصلا. قولي لها يا مرات اخويا. فعملت نفسها مغمى عليها عشان ما تقولهاش، فامرهم ياخدوها ويرموها بره. نو تفاهم. شكلك كنت مشاكس قوي في الطفوله. ما تشيليش هم، الرئيس اصلا كده ما بيشوفش غيرك. انا بكره رايح هونج كونج في شغل، هجيب لك معايا حاجه حلوه من هناك. ماشي. وبالليل بعد معركه حب جامحه كان بيتاملها وهي نايمه. نمتي كويس؟ وخدها في حضنه يحس بدفاها بحنانها قبل ما يسافر. انت لسه هنا؟ مش قلت انك مسافر؟ مش قادر ابعد عنك. اعمل ايه؟ انت بقيت رئيس متدلع قوي. ما انا بحبك قوي، يلا نامي شويه. الحب والحنان بيدلدقوا منه كده. تاني يوم راحت مكتبها ولقيت لولو مبهدله لها المكان وشتمتها. انتي مالكيش اصل يليق بكبير المدينه، خدي 8 مليون وامشي وسيبيه في حاله. فحبت تعلمها درس قاسي. ماشي، هاتي الفلوس وانا هسيبهولك. فدت لها شيك وسابتها ومشيت وهي مطمنه ومبسوطه، عايزه تثبت له ان الفلوس بتمحي اي حاجه حتى الحب. وهو رجع من السفر بدري وكان شاريلها خاتم مساحة 30 فدان كده يعني عشان يعرض عليها الجواز، بس لما رجع البيت لقى لولو بلبسها فاتصدم واتصل عليها ما بتردش ومش لاقينها في البيت. انتي عملتي فيها ايه؟ اديتها 8 مليون بس.
هي أول ما شافتهم ريلت عليهم وبعتك ليا، ودي بقى حقيقة الست اللي انت فضلتها عليا. هي أصلا مش بتحبك، أنا اللي بحبك. ما تلمسنيش، أنا هخلي حد من مستواكي يرد عليكي. هات لها ليو. فجاب لها ليو المتوحشة وسابها عليها، فأغمى عليها من الخض وخدوها طلعوها بره. دور لي على لين بأي طريقة. حاضر يا ريس. وهي بعتت له اللوكيشن بنفسها، وبعد 10 دقايق كان عندها. ادخل بسرعة. وكانت خايفة لا يكون في حد بيراقبه. أنا وعدت لولو إني هبعد عنك وهبيعك ليها مقابل 8 مليون. هتبيعيني ب 8 مليون بس؟ وخدها يعاقبها على هذه الفعل الشنيعة. يا ريس لا اسمعني، أصلها فضلت تهددني وكانت جايبة حراس، فأنا قلت أعلمها درس قاسي ما تنساهوش طول عمرها. وبعدين هو في واحدة تبقى معاك وتبيعك برخيص كده؟ اهو اديكي بعتيني وجبتيها لي البيت تستناني بدالك. مين قال اني بعتك بس؟ انا ما اقدرش اعيش من غيرك. حتى بص ايديا ما ينفعش تتحط على راجل تاني غيرك، ده غصب عنك كده كده. ونطلع احنا بره بقى يا جماعة عشان الرئيس دلوقتي عنده حرب. وبعد 3 ساعات في ساحة المعركة، تفتكر لو كل واحدة من الستات اللي حواليك ادتني شيك مقابل اني ابعد عنك هبقى غنية قوي؟ انتي عايزة تبيعيني تاني؟ لا انا بفكر بصوت عالي بس. كل حاجة فيا بقت ليكي، ينفع ما تسيبنيش تاني؟ كل حاجة كل حاجة. وعاقبها على لعبها بقلبه للمرة المليون. يلا نطلع بره يا بنات، اطلعي بره يا مريم. تاني يوم صحيت وهي بتعاين في البضاعة، لا يكون كل ده كان حلم. صحيتي؟ يلا نرجع الفندق. ما تخلينا نتقابل في السر هنا، انا خايفة منها. انا عمري ما عملت حاجة في السر، وطول ما انا موجود معاكي مش هتقدر تقرب لك ولا تعمل لك حاجة. فاتصلت عليها فيديو كول. انتي ضحكتي عليا وخدتي مني 8 مليون، حفرتي قبرك بنفسك يا حلوة. لو ما بعدتيش عنها هندمك. انا مش عارفة ايه اللي انت عاجبك فيها، بس انا مش هسيب حقي. بصي خطفتلك مين؟ مرات خالك وعياله. يا لهوي، مهز التمثيل يا فنانة. انا ما خدتش خالك، كان عنده برد وخفتي يعديني، ودلوقتي هكسرلك رجلهم كلهم. كويس ان هي ما خدتش خالي، ودلوقتي انا واخده 8 مليون وفرس الاحلام وكمان خدمه درب العيله العيره دي ببلاش. دي صفقه العمر. وقعدت تترجاها ما تأذيهمش، لانهم هم وجوزها السابق اغلى حاجة عندها في حياتها. انا لسه بحب جوزي السابق قوي، ارجوكي ما تأذيهوش هو كمان. ده انا هجيبهولك تتفرج عليه دلوقتي وانا بموته قدامك. فرمت التليفون من الفرحة. انا خفت منك وصدقتك. انت غيران؟ وهو في أجمد منك؟ ضربته في قلبه دي، فهجم عليها يعاقبها على لسانها الفالت. وبيمر أسبوعين، وبعد ما لولو كسرت رجل شين اتعرف على ست غنية بتدور على شابة خدمات منتصف الليل، واديت له كارت بتاعها. ما تنساش تتصل بيا، ده أنا هنغنغك. تمام شكرا يا سيدة أنسة تسوي، أشوفك بعدين. فكان عايز يعيط بس لازم يطاطي، أخيرا لقى حد يصرف عليه. وفي ظل هذه الأثناء كان الرئيس الفالت الفوسق بيتهشتك وبيتبشتك. حلوة؟ انتي أحلى. بالمناسبة العنب ده جنبته السيدة أمو، هي زرعته بنفسها لكنها مش عارفة تبيعه. أنا عايزة أساعدها وأساعد ستات الحي كمان، لأن هم ساعدوني كتير. خلاص شوفي انتي عايزة تعملي ايه وأنا تحت أمرك. اللهم زوجا شريحا برحا زي تشين كده البناتي يا رب. تاني يوم راحت الحي، وأم شين اتصدمت أول ما شافتها، وعينيها كانت هتبز منها كده، هتبز منها. وسلمت على سيدات الحي وجابت لهم هدايا كمان، وطلعت بيهم لايف تبيع العنب. والعنب العنب العنب. وفي هذا الوقت شين باع شرفه وصحي ندمان على ما سلب منه البارحة من آنسة سوي، وشاف لايف لين واضطر يستخدم الحنجل والمنجل عشان يغيب عقل الآنسة سوي وتشغله عندها في شركة الشحن عشان يبوظ على لين العنب، لأنها محتاجة عربيات شحن تطلع الأوردرات. ده على حسب أدائك هتعرف ترضيني ولا لأ. ثانية واحدة وبلبع علبة برشام الرجولة كلها. شرفي هون ولا كرامتي تداس تحت رجلك يا لين يا بنت أم لين. وكانت ليلة سودة على دماغه. وبتمر الأيام ولين لسه شغالة في لايفات العنب وعمالة تبيع والستات مبسوطة وكله زي الفل، وإذ فجأة يجيلهم خبر مهبب منيل ب60 نيلة إن شحنة العنب الأخيرة اتحجزت في شركة الشحن ومفيش عربيات يطلعوا بيها الأوردرات. وشين جالها بعربية الشركة بعد ما ترقى لمنصب نائب رئيس، وجاب أمه معاه عشان يصفوا حساباتهم بقى. انت عايز ايه بالظبط؟ لو وافقتي ترجعي لي همشيلك الشحنات دي. انا سمعت ان انت لقيت واحده غنيه تصرف عليك، دي بس كانت وسيله مؤقته عشان اوصلك. انا طول عمري بحبك انتي، ودلوقتي انا نائب رئيس شركه الشحن وانتي مذيعه لايف، فلو رجعنا لبعض هنعمل ثروه مهوله. فشتمته وهزقته قدام الناس وان هو راجل عره بيلحس رجل الستات.
فعايرها ان هي بقت خدامة تحت رجل واحد غني عشان فلوسه. بقولك ايه، قدامك 3 دقايق، خد رجالتك وامشي من هنا. انا في لحظة ممكن ابوظ لك كل العنب ده. فبوظت له مستقبله هو. والله يا بيبي تستاهل. والانسة سوي جت. شفتي عملت في حبيبك ايه؟ فأمرت رجالتها يبوظوا لها المكان كله، وفي لحظة الريس ورجالته جم. ساحر آخذ آسر هالك متهالك من الحب والعشق اللي مجنن أمه ده، وطلع جاي ينقذ مراته حبيبته. مين ده؟ أنا الراجل الغني اللي غلطت في مراته. يا ريس تشان، كل الطلبات اتجهزت، وكمان في 20 عربية نقل جايين في الطريق من شركات شحن مختلفة. النهاردة هنطلع كل شحنات مراتك. فاتصدم، ده كبير البلد وكل ده ما كانش عارف هويته. اللي هيضايق مراتي هنصلي عليه. تعالوا خدوهم من قدامي واكسروا له رجله التانية. ما خلاص بقى يا ريس، قلبك ابيض عمال تكسر في الواد رايح جاي. وما تنسوش تكسروا له رجله التالتة كمان. يلا خدوه. شين بقى شرس قوي. فأمه فضلت تولول على مصير عيالها الاسود. كل حاجة راحت. تستاهلي يا طنط. وهي طمنت السيدات ان كل حاجة هتمشي زي ما هم عايزين بالظبط، وبصت له بامتنان. هو بالنسبة لها ما بقاش مجرد حبيب، ده بقى رفيق طريق، حد فهمها من غير ما تتكلم وسندها من غير ما تطلب. والأول مرة حست ان وجوده مش وعد، ده امان. وخدته ومشيت عشان تكافئه كويس. وبالليل كانوا خدها يتمشوا ومحضر لها الجو. كفاية بقى اهتمام بالناس اللي حواليك، لازم تهتمي بنفسك شوية وبيا أنا كمان شوية. وكان محضر لها ألعاب نارية واستغل انشغالها بيها وطلع لها خاتم الجواز. دي اللحظة اللي كانت مستنياها من بدري. أنا نقلت كل الأراضي والممتلكات بتاعت المدينة دي باسمك، موافقة تتجوزيني؟ موافقة. وأنا كمان موافقة، وكلنا موافقين يا ريس، والله العظيم كلنا موافقين. ولبسها الخاتم وخلاص كده هتبقى ملكه للأبد ومفيش حد هيقدر ياخدها منه. وراحت مرجعة. لا بقى مش معقول، أنا أخلص من عقدة كره للستات، أنت تكره الرجالة؟ أكيد لأ، أنا حامل. أنا طلعت بخلف والعيب ما كانش فيا أنا. فكان مصدوم مش مستوعب إن هو هيبقى عنده طفل منها. يعني هبقى بابا؟ وخدها في حضنه اللي بقى بيتها ومكانها اللي بترتاح فيه بعد وجع العالم كله، ملاذها الآمن وملجأها من الحياة كلها. وبعد سنة كان بيحاول يتحمرش فيها عشان بقت بتشتغل طول اليوم ومش فاضياله. استنى، الواد هيحتاجني. أنا خليتشي ياخده معاه. استنى، انت هتأمن على طفلنا مع عصابة مافيا؟ طمني يا مرات الريس، البيبي في عينينا، حتى بصي مبسوط ازاي. بابا كمان عايز يبقى مبسوط. اتبسط يا ريس، اتبسط. واخيرا حقق حلم حياته بامتلاك قلبها، بالحب، بالصبر، بالوجع اللي انقذها منه، وبالحياة اللي شافها في عينيها. وبنعرف ان مفيش رجولة من غير امان ومسؤولية. لو لقيتي راجل بيقلل منك، اهانة، تشكيك، تحكم فيكي وفي فلوسك، اهربي. حافظي على شغلك وفلوسك. ما توقعيش على شيك ولا تسلمي كلمة السر لأي راجل حتى لو قال بحبك. الحب أفعال مش كلام. لو اتخدعتي اقفلي الباب على المؤذي وافتحي باب جديد لنفسك. اختاري الراجل اللي يطمنك مش اللي يخوفك، اللي يوسع لك دنيتك مش اللي يضيقها لك. وافتكري أنا الأولوية، أنا قلبي غالي ووقتي أغلى من إني أضيعه على راجل نصكم. خدي قرارك وانتي راسك مرفوعة. خليكي قوية، حنونة على نفسك وذكية في حبك. ووعدي نفسك من النهاردة مفيش تنازل عنك وعن كرامتك. وإحنا كبنات مش هنرضى بأقل من حديد عز، أجود أنواع الحديد الشديد، ويو جوزي. ولحد هنا بينتهي مسلسلنا. كانت معاكم سيا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس واللايك عشان يوصل لكم كل جديد. ودي قناتنا لملخصات أفلام ومسلسلات الأنمي، قناة شيلا تشان، فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.